مشاهدينا أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة حول تنسيق الجامعات. حدد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1885 لسنة 2023 والمنشور بالجريدة الرسمية بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023 والمتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2022 بل 2023 و2024. تفاصيل ونظام قبول وترشيح طلاب الثانوية العامة في الجامعات الحكومية والمعاهد. وحدد القرار أنه يكون توزيع 1500 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام، منهم 500 علوم و500 رياضيات و500 أدبي وفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم، استثناء من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني. هذا أيضا مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى. بالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر، أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب 15,013 طالبا. والشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74,923 طالبا، وبذلك يكون الإجمالي 112 طالب و40 طالبا بالمرحلة الأولى من التنسيق. أيضا معامل التنسيق بجامعة القاهرة تستقبل اليوم بمقرها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم إلكترونيا وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق. وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أنه تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، مؤكدا أنه تم وضع خطة هذا العام لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل وخارجها وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم تزاحم أو عدم إحداث أي نوع من أنواع التكدس بالمعامل، مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة. أكد أيضا رئيس جامعة القاهرة أن المعامل الثلاثة معدة ومجهزة على أكمل وجه، تضم أجهزة حاسب آلية حديثة مزودة بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، كما يتواجد بمعامل تنسيق جامعة القاهرة موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ. مشاهدينا، هذه كانت آخر مستجدات تنسيق الجامعات لهذا العام 2023. ومرة أخرى شكرا جزيلا لحضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.